على طول لفيصل الدخيل، طلعها من طلعت وراء رمي التماس. لا هي اصلا اللي صح عدل. ايه غير اشارته، الكره لعبت على طول توصل الى تنجيز. كره ملعوبه على طول الى فايدور. فايدور بيحاول يعدي، يلعبها في عرض الملعب، صح وتوصل. نعيم سعد بيطولها وبيلعبها كره عاليه، اقرب لها الاوسط يحصلها اللاعب الروسي، قطعها وليد حمود بيطيح يقطعها، دخيل بيشترك معاه، تطلع الكره برا الملعب. كبار جايين لاعبينه. تنكيز توصل جهه الشمال، يلعبها 6 سيرجي شافلو، كرة في نص الملعب وتوصل لفريق الاتحاد السوفيتي، هجمة ويقطعها، يا سلام محبوب يقطعها لحمد ابو حمد. حمد كرة معاه، اللعب توصل غريبة، اقرب لها حارس مرمى، اقرب لها حارس مرمى، اقرب لها حارس المرمى. فتحي مراقب، جاسم مراقب، وكرة ملعوبة، توصل كرة الى الفريق الاتحاد السوفيتي ناحية الشمال، ماخذها وماشي الفريق الروسي، كرة معاه اللي هو سيرجي بيلعبها جهة اليمين، توصل ناحية تنكيز، تنكيز كرة معاه بيحاول ولد جاسم، تنكيز بيلعبها براسه وتوصل بيصلحها، بيحاول يمر انما داخل معاه نعيم وبيطلعها، تطلع كرة ضربة مرمى، ضربة مرمى، ضربة مرمى. تعاون، تغطية بالدفاع، في خط النص انتشار، في خط الهجوم تعاون، كل هذا موجود بين فريق منتخب الكويت الوطني بيلعب. ولذلك لما اقول لك ان انت لما تنقي 11 لاعب من 11 مليون لاعب، غير لما تلقي 11 لاعب من 338 او 48 68 مسجلين رسميا في اتحاد الكره، طبعا في اختلاف. ولذلك منتخب الكويت الوطني بيقدم كره حلوه لحد الان ويمثل كره ملعوبه على طول. مضى نص ساعه واخر ربع ساعه ياخذها جاسم، بيحاول يعدي ومشترك معاه، وكره مع جاسم ياخذها منه 3 اللي هو الكسندر، توصل لحارس مرماه تاريف رينات الى 10 فايدور في النص بينقلها، توصل الى فلاديمير، وفلاديمير بعد ما لعبها وتوصل مره ثانيه في نص الملعب يحصلها اللاعب الروسي، كره معاه، اللعب في عرض الملعب، توصل هات خذ منقوله وخذ اللعب، يحصلها وخطره، بيحاول يمر دربكه، بعدها شوت، جول مفروض يبعدها من دفاع منتخب الكويت الوطني، بيتاخرون فيها ودربكه، والمفروض اي لاعب بيبعدها، لكن بيتاخرون في الابتعاد عنها في الدقيقه 30. هذا الجمهور الاتحاد السوفيتي في الدقيقه 30 بيسجل الفريق الروسي من كره لاعبها على طول في دربكه امام المرمى، المفروض يبعدها دفاع منتخب الكويت الوطني بسرعه، لكن اللاعب رقم 10 فايدور بيسجل الهدف الاولاني في الدقيقه 30. فايدور بيسجل اول اهداف المباراه. كرة اللعب وتوصل الى تنكيز بيلعبها الى 10 فايدور، يقطعها وليد، توصل لوليد مرة ثانية، كرة ملعوبة لحمد ابو حمد كرة معاه بيلعبها الى فليطح بينقلها ناحية نعيم، وكرة مع نعيم، هذا نعيم واضح بالصورة الان، كرة مع نعيم بيعدي والكرة معاه وبيمر نعيم وبيشوت، انما بتروح الكرة برا. حلوة، نعيم بيتقدم وبيشوت، انما بيشوت الكرة وين؟ فوق العارضة، تطلع الكرة برا الملعب. 1 منتخب الاتحاد السوفيتي لا شيء منتخب الكويت الوطني. في الدقيقة 30 فايدور بيسجل الهدف الاولاني، هذا فايدور 10 بيلعبها على طول الى يوري كرة معاه، بينقلها ناحية الشمال الى فايدور كرة معاه وبيلعبها مرة ثانية في نص الملعب، توصل الى فايدور كرة معاه، ماخذها وماشي، لاعبها على طول
بيحاول يعدي بيحاول يمر كرة معاه بيلعبها انما يقطعها محبوب ترجع مرة ثانية وتوصل كرة عرضية ناحية فايد ناحية 8 اللي هو فلاديمير تطلع كرة برا الملعب او ضربة مرمى. كورنر لمنتخب الاتحاد السوفيتي الفريق الروسي. لعبت يقطعها سعد الحوطي توصل مرة ثانية كرة في نص الملعب مع الفريق الروسي بيعليها الناحية الثانية يقطعها انما تطلع وين تطلع كرة برا الملعب او رمي التماس. رمي التماس توصل الى سيرجي شافلو يلعبها ناحية الشمال مشترك معاه فليطح لكن توصل في نص الملعب يلعبها على طول في تاخذ الكرة ملعوبة ياخذها حمود فليطح عدل لما يتاخر فيها يطلعها لاعب الاتحاد السوفيتي برا الملعب. رمي التماس اخر تقريبا 12 دقيقة. واحد منتخب الاتحاد السوفيتي لا شيء منتخب الكويت الوطني. اللعب سعد بيلعبها لحمد ابو حمد كرة معاه بيلعبها الى فتحي كميل. فتحي بيحاول يعدي بيمر فتحي كرة معاه يمر فتحي كرة معاه يمر العبد بعرض الملعب تعرض لها الدخيل لكن في راية مرفوعة. حمد لاعبها على طول الدخيل اللي ماخذ له فيصل على شماله تلعب على طول توصل عند الدفاع ولما يتحرك فتحي بيعمل خلخلة على طول في دفاع الفريق الاتحاد السوفيتي. كرة ملعوبة على طول توصل في نص الملعب جهة اليمين قريبة عند تنكيز اللي متقدم طلعوت من تنكيز. رمي التماس ال 11 دقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأولاني. كرة مع حمد تطلع كرة برا الملعب اوت. رمي التماس وليد الجازم فاول على اللاعب بايدور. لعبت حمد بشار ضربها بيده اللاعب اخذها بيده وفعلا مساعد الحكم انا شايفه هو اللي بيشاور بعد ما لعبها على طول توصل الى وليد بيلعبها لفليطح لكن فتحي داخل معاه 4 شي كلمة روسي. اللعب توصل الى وليد الجاسم. وليد بيلعبها على طول جاسم بيهيأ لي بيصل الدخيل بيمر لا فاول خارج منطقة 18. كرة حلوة لاعبها جاسم هيأ للدخيل يحاول يلف ويشوت انما في فاول خارج منطقة 18. ضربة حرة مباشرة والحكم المكسيكي واضح بالصورة وهذا حارس مرمى داريف ريناس بوجه زملائه. ضربة حرة مباشرة في حيطة معمولة ويا رب ان شاء الله تنتهي من اللي بيشوت. دخيل يمها والحوطي جاسم واقف ما راح يشوت وحمد يقول حمد بيعد شوف لما بعد ما رجعهم فليطح شوت تضرب الحيطة وبشوت مرة ثانية تروح الكرة برا الملعب اوت. فليطح بيحاول يشوت انما بشوت تضرب في الحيطة ترجع لفليطح تروح الكرة برا الملعب اوت. لعبت من أوليك بيلعبها إلى 4. باجز تنكيز الاتحاد السوفيتي. كرة معاه إلى بايدور بينقلها في عرض الملعب صحها الحوطي توصل مرة ثانية توصل إلى 4 وبيحصلها وبيشوت إنما وين تروح الكرة برا الملعب أوت. آخر تقريبا 7 أو 8 دقائق من زمن الشوط
الاول من المباراه فريق الاتحاد السوفيتي